الأهلي يسعد جماهيره بصفقة اللحظات الأخيرة في الانتقالات الصيفية. يستمر الحديث عن آخر التطورات بسوق الانتقالات الصيفية داخل النادي الأهلي، الذي يريد حسم الصفقات المتبقية قبل إغلاق الميركاتو، والذي سيكون في 2 من شهر سبتمبر المقبل، خاصة مع مشاركته هذا الموسم في أكثر من بطولة. وارتبط مهاجم برنتفورد الإنجليزي إيفان توني بالانتقال إلى صفوف نادي الأهلي، إلا أن الصفقة لم تحسم بشكل رسمي حتى الآن. وبحسب الصحفي بن جاكوبس، فإن إدارة النادي الأهلي تعمل على إنهاء صفقة انتقال إيفان توني من برنتفورد بعقد مدته 3 سنوات، حيث تجري الآن الكشوفات الطبية. وحصل النادي الأهلي على الضوء الأخضر من توني للتعاقد معه، حيث ستقدم إدارة قلعة الراقي مبلغ 40 مليون جنيه استرليني لجلب اللاعب بشكل رسمي من نادي برنتفورد. ويأتي هذا التطور بعد تضارب الأنباء بشأن إمكانية حسم انتقال النيجيري فيكتور أوسيمين، الذي لا يزال ينتظر عرض نادي تشيلسي الإنجليزي. لذلك فإن إدارة نادي الأهلي توجهت بشكل حاسم تجاه إيفان توني.